بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاح والبال المرتاح، صباح السعادة والهنا والسرور على قلوبكم. ربنا يا رب يرضيكم ويرضي قلوبكم ويجعل دايما قلوبكم راضية ومطمئنة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب العالمين. حبيت أبدأ كلامنا بسلامنا على الرسول، واللي لسه مش مشترك في القناة أتمنى تشتركوا في قناة مطبخ أم عدي وتشجعوني وتدعموني وتشيروا الفيديو وتعملوا لايكات كتيرة للفيديو عشان الفيديو كده اليوتيوب يقترحه، وكمان قناتنا تعلى عن طريق الشير وتشيروا كده لكل قرايبكم واصحابكم علشان كده الناس كلها تعرف قناتنا وتشترك في قناة مطبخ أم عدي. النهارده إن شاء الله فيديو جديد، وصفة جميلة أوي هاعملها معاكم، وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية جدًا، جدًا، هتريحنا من التفكير في الفطار لو قُمنا الصبح كده مش عارفين نفطر إيه وجعانين. هنفطر بيها مع كوباية شاي سادة أو كوباية شاي بحليب، أو بالليل جعانين وعايزين حاجة كده تدفينا، كوباية شاي بلبن سخنة مع كده إيه قرقشتين. تعالوا كده نعمل القراقيش الجميلة الحلوة البسيطة دي بطريقة اقتصادية وسهلة جدًا، جدًا. عندِك بقى كوبايتين دقيق أو كيلو دقيق، هاتيه كده وتعالي أقول لِك هنعمل القراقيش دي إزاي بطريقة كده سهلة جدًا، جدًا هتعجبكم إن شاء الله. يالّا بينا نخش على الفيديو كده ونسمي بسم الله ونشوف مقاديرنا ومكوناتنا إيه. يالّا بينا. زي ما أنتم شايفين كده معايا كوباية مَيّة دافية ومعايا كوباية لبن، يبقى كوباية مَيّة دافية وكوباية لبن، برضه اللبن يكون دافي، تمام؟ أنا هنا معايا كوباية وكوباية، عايزة تخلّيها بالمَيّة بس براحتك، عايزة تخلّيها باللبن بس براحتك. أنا بس عشان أخلّيها فيها قيمة غذائية وفي نفس الوقت تكون اقتصادية مش هاحط كوبايتين لبن، أنا هاحط كوباية مَيّة دافية وكوباية لبن دافي، وهاحط السكر باللي أنا عايزاه زي ما أنا حابة، اللي أنا إيه هاحطه في التحلية بتاعتي. في ناس بتحط معلقتين، في ناس بتحط 3، في ناس بتحط أكتر. أنا حاطة 5 معالق سكر وحطيت معلقة كبيرة تكون خميرة وقلّبتهم كده وسِبتها بقى إيه، لحد ما الخميرة بتاعتنا تتضاعف. ومعايا هنا البيكنج باودر ومعايا كده إيه، الدقيق بتاعي. حطيت الدقيق بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، كيلو من الدقيق وعليه ذرة ملح وعليه كيس من البيكنج باودر، وكمان معايا 3 معالق كبار من اللبن البودرة. عندِك سمسم حُطّي معلقتين سمسم، عندِك محلب حُطّي محلب، عندِك ينسون حُطّي ينسون. أنا ما كانش عندي أي حاجة من دي، فاستكفيت على الدقيق ذرة الملح والبيكنج باودر، تمام كده. وهنا معايا كوباية من السمنة وكوباية من الزيت، تقدري تخلّيها سمنة بس وتقدري تخلّيها زيت بس. أنا حبيت برضه يبقى فيها السمنة وفيها الزيت، حطيت كوباية وحطيت كوباية، كوباية سمنة وكوباية زيت، وباقلّب كده بالمعلقة وهابتدي كده إيه أبِث الدقيق بتاعي. يعني إيه نبِث يا أم عُديّة؟ هاقول لكم يعني إيه نبِث، إن إحنا نشرّب الدقيق بتاعنا المادة الدهنية ونخلّي الدقيق بتاعنا كلّه متغلِّف بالمادة الدهنية، تمام كده، اللي هي السمنة أو الزيت. تقدري يا حبيبة قلبي أنتِ وهي مش عندِك غير مَيّة تعمليها تعجنيها بمَيّة بس، تكون مَيّة دافية. عندِك اللبن وحابة تخلّي القيمة الغذائية فيها عالية، خلّيها بلبن بس. زي ما قُلت لِك حابة بالزيت بس، الزيت كده هتدّيها قرمشاية، اسمها قراقيش ليه؟ علشان كده إيه، تبقى مقرمشة وحلوة كده وتبقى بتقرش معانا. لو عملتيها بسمنة بس هتحسّي كده إن هي طرية كإننا بناكل كحك العيد كده، فكإننا ما عملناش حاجة، ما اسمهاش كده، مش هتبقى قراقيش كده، تمام. فأنا عشان عايزاها فيها سمنة وفيها زيت فاستخدمت كوباية وكوباية، تمام كده. زي ما قُلت لكم تقدروا تخلّوا المادة الدهنية سمنة بس، زيت بس، زي ما أنتم حابين، تمام. بسّيت الدقيق بتاعي أهو زي ما أنتم شايفينه واتشرّب كلّه من المادة الدهنية، وأنا هنا الخميرة بتاعتي كانت تفاعلت معايا، وزي ما قُلت لكم أنا باحلّي على حسب ما أنا عايزة. في ناس بتحط معلقة سُكّر، في ناس بتحط معلقتين، في ناس بتحط أكتر. أنا حطيت السكر بتاعي، كنت حاطة 5 معالق أو 6 معالق، ومعلقة الكبيرة اللي هي الخميرة الممسوحة، مع كوباية اللبن وكوباية المَيّة الدافية، وقلّبتهم مع بعض وسِبتهم تضاعفوا عقبال ما بسّيت كده إيه، الدقيق بتاعي. وزي ما أنتم شايفين كده إيه، باعجن العجينة بتاعتي. عايزة أقول لِك الكمية دي أخدت معايا زي هي المقادير، كوباية مَيّة وكوباية لبن وكوبايتين من المادة الدهنية، كوباية سمنة وكوباية زيت. وكيلو دقيق وكيس بيكنج باودر، وبابتدي كده أعجن لحد ما العجينة بتاعتي تلم معايا زي ما أنتم شايفين، من غير عجان ومن غير أي حاجة، من فات قديم وتاه.
شايفين؟ أنا نِفْسي ربنا يكرمني إن شاء الله واشتري عجّان، ادعوا لي بإذن الله علشان طبعًا أنا تعبانة بإيديّا، عندي التهابات في الأوتار والأعصاب، ف صعب عليّا أوي موضوع العجين دوّة، يعني عايزة أقول لكم باحبه وكل حاجة، بس يعني إيه، ما أقدرش أعجن كل يوم. ولكن اللي ما عندهاش عجان زي ما أنتم شايفين كده بإيدينا، والعجينة بسم الله ما شاء الله اتلمِّت معايا أهي، ما خدتش مِدّة سايلة منّي خالص غير الكوبايتين اللي أنا استخدمتهم، كوباية مَيّة، كوباية دقيق، كوباية سمنة، كوباية زيت، وكيلو من الدقيق، بس كده، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، وكيس البيكنج باودر، وذرة الملح، وكمان 3 معالق كبار من اللبن بودرة، ما عندكيش برضه ما تحطّيش، يعني إيه، دي حاجة اختيارية زي ما أنتِ حابة. وادي العجينة بتاعتي أهي، هاغطّيها واسيبها ترتاح، اسيبها ترتاح بس مش هاسيبها تخمر، اسيبها كده حوالي ربع ساعة. وهنا بقى إيه، بعد ما فات عليها ربع ساعة جبت المفرش السيليكون بتاعي، وابتدي كده إيه، آخد الحتة من العجينة وابتدي بقى كده إيه أبرمها، وزي ما هتشوفوا معايا. هابتدي كده بقى أبرمها حلو كده، وأبططها وأسويها كده بالسكينة من الأجناب، وابتدي بقى كده أقطعها زي ما أنا حابة كده إيه صوابع كده القراقيش، وهنعمل كمان منها حبة قرص زي هتشوفوا معايا كل حاجة في الفيديو. أهم حاجة كملوا الفيديو لحد الآخر، واللي مش عامل لايك اعملوا لي لايك وشجعوني كده. عايزة بقى كل الستات وكل البنات اللي لسه كده إيه مقبلة على الجواز تعمل الحاجات دي كده في بيتها وما تخافش من المطبخ، وتقوم كده تتشطّر وتتحفّز وتفرّح جوزها وتفرّح حماتها وتفرّح أمها وأخواتها بيها إن هي كده إيه ابتدت تخُش المطبخ. عايزة أقول لكم المطبخ دوّة مش صعب خالص بجد، بجد ده من أسهل حاجة، لو حبّيتيه هتحبّي الوقفة فيه. أنا واحدة من الناس كنت وأنا صغيّرة ما كنتش باحب وقفة المطبخ ولا المواعين ولا عمايل أي حاجة في المطبخ، بس لمّا واحدة، واحدة بدأت أحاول وبدأت أجرّب، بدأت أحب الوقفة في المطبخ، باحب عمايل الأكل جدًا، وباحب عايزة أقول لكم المعجّنات جدًا، جدًا. جِبت بقى صينية مش مدهونة أي حاجة، صينية كده ما فيهاش أي حاجة، بدأت كده أرُص فيها اللي أنا قطّعته، زي ما أنتم شايفين أخدت واحدة تانية أهو، حتّة عجينة تانية، وبابتدي كده إيه أبرمها تمام، وابتدي أبطّطها كده واخلّي السُمك بتاعها ولا رفيّع ولا عريض، أنا عايزة القرقوشة بتاعتي تكون هشة من جوّه وما تبقاش مكتومة. وأول صينية أهي معايا زي ما أنتم شايفين عملتها وخلّصتها معاكم، هاكمّل طبعًا باقي الكمية. زي ما قُلت لكم أنا هاخد نُص الكمية دي أعملها قراقيش، والنُص التاني هاعملها قُرَص، وأديني أهو أخدت حتّة تانية باعملها معاكم، بابتدي كده بقى إيه أبرُم، أبرُم وابتدي بقى إيه أبطّطها لحد ما أضبّطها كده وأوصل للسُمك اللي أنا عايزاه، وباحدّدها بقى إيه بالسكينة كده وأضبّط حتّة العجينة بالسكينة معايا. أنا ما عنديش القطّاعة بتاعة القراقيش ولا الحاجات دي، بس الجيش قال لنا إيه اتصرّف، ما عندناش بس هنعمل كل حاجة بالسكينة، أو ضبّطتها كده بالسكينة وبابتدي كده إيه، أشكّلها زي ما أنتم شايفين، وحاولي كده تخلّي يعني إيه، كلّها قد بعضها، مش هتعرفي تضبّطيها قد بعضها عادي، بُصّوا هتلاقوا واحدة طويلة، واحدة قصيّرة، بُصّوا زي ما أنا سايبة لكم كل حاجة كده زي ما هتشوفوا معايا. وزي ما أنتم شايفين كده عملت أهو صينيتين حلوين كده من القراقيش، لسه عايزة أقول لكم ما شاء الله رمِت معايا كمية حلوة. أنا هنا بقى إيه، هاعمل حتة قُرَص كده، أخدت حتة من العجينة أديني بادوّرها أهو، وهاحطها كده على المفرش السيليكون وابتدي كده بإيديّا أبطّطها، تمام، بإيديكِ كده أهوّة العجينة معاكِ عايزة أقول لكم يعني بُصّوا ما شاء الله مَلبَن، العجينة حلوة أوي. كعب كوباية، بكعب طبق اللي هو بتاع الرز بلبن، عندِك القطّاعة، بقى عندكيش أهو الجيش قال لنا إيه، الجيش قال لنا اتصرّف، أنا ما عنديش قطّاعات، اضطريت عملت إيه، جِبت طبق كده من بتوع الرز بلبن، وبابتدي كده أعمل إيه، باقطّعها أهو بُصّوا اتقطّعت معايا إزاي، دواير أهي، بقت قُرَص والّا ما بقتش قُرَص، بقت قُرَص وبقت جميلة وحلوة وزي الفل. خدت الحتّة التانية اللي فاضلة أهي معايا نفس القصة برضه، أبتدي كده أدوّرها وأبطّطها كده وأفردها، وطبعًا بالقطّاعة اللي أنا شغّالة بيها دلوقتي الطبق بتاع الرز بلبن، وبابتدي كده إيه، أقطّع القُرَص بتاعتي وهاحطّها كده وأرصّها في الصواني، وأسيبها بقى كده إيه، على البوتاجاز أو على الرخامة تخمر بقى، أنا كده ما سِبتهاش غير إنها ارتاحت، أنا هاسيبها تخمر، وبعد ما تخمر كده والعجينة بتاعتنا ترتاح مرّة كمان، ندخّلها بقى الفرن نكون مولعين الفرن يسخن على درجة حرارة 180 وهتحطيها بقى على الرف الأوسط واصبري عليها من 20 دقيقة ل25 دقيقة هتطلع معاكِ عايزة أقول لِك حكاية، وبسم الله ما شاء الله
رمت معايا الكمية الحلوة دي. شايفين كام صينية؟ 5 صواني اللهم بارك. شايفين ما شاء الله، وآدي كده الصواني بعد ما طلعت من الفرن بصوا شكلها ولونها عامل ازاي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بجد يعني بصوا بتتكلم عن نفسها. إيه رأيكم؟ أتمنى كده تكون كده الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة وتكونوا استفدتوا منها، وأتمنى إن انتوا تجربوها وتكتبوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. شايفين بقى الجمال والحلاوة دي؟ إيه رأيكم؟ عايزة أقول لكم طعمها جنان، وأدي القرص بتاعتنا اهي بصوا شكلها عامل ازاي. تعالوا بقى أفتح لكم كده قرصاية من جوه وأوريكم شكلها ولونها عامل ازاي. بصوا بجد الطعم حكاية، وعمل كيلو دقيق دوت عمل معايا كمية محترمة. شايفين الكمية قد ايه؟ اللهم بارك، كمية حلوة أوي. بصوا شكلها، بصوا اللون عامل ازاي. اللهم بارك، حاجة كده تحفة 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 التحف. بصوا هشة من جوه ازاي، مش مكتومة، وكمان بتقرمش وبتخرفش. بصوا وادي القرصاية بتاعتي عاملة ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. حجم القرصاية حلوة، وحجم كده القرقوشة، بصوا القرقوشة عاملة ازاي، بصوا الجمال، والله حاجة كده فاخر من الآخر. طبعا أنا مش هسكت، أنا لازم كده بقى ايه، عايزة أقول لكم ريحة البيت بقى عجين وخبيز وحاجة كده مش قادرة أقول لكم. والحاجة دي لما بتكون لسه طالعة من الفرن كده طازة، بتبقي محتاجة كوباية شاي كده، وتقعدي كده ايه قدام التلفزيون مع كوباية الشاي بلبن وطبق القراقيش جنب منك، وتاكلي كده وتدفّي معدتِك عشان الجو ساقعة تلج. آخد بقى كوباية الشاي بلبن بتاعتي وطبق القراقيش وأروح أتفرّج على مسلسل وأتدفّى كده تحت البطانية. كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وباحبكم أوي، أوي في الله. انتظروني في فيديو جديد على خير إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة حبايب قلبي، باي باي.